السلام عليكم. قلنا بقى بدل ما ايه خواطر الكرويه اللي الناس كلها بتقلس عليا فيها دي، نعملها فيديو احسن عشان كمان مكسل اكتبها الصراحه ومتغاظ من ماتش الليفر. فيعني ايه، خلينا نعمل فيديو عن مانشستر يونايتد بس. انا مش عارف اتكلم عن ايه ولا ايه الصراحه. واحد صاحبي بيقول لي انت متتفرجش وتروح تعمل كومنتس وتعمل خواطر. انا مين يتفرج على مانشستر يونايتد دلوقتي؟ يعني دلوقتي تتفرج على مانشستر يونايتد ولا تروح تتفرج على ارسنال؟ تتفرج على السيتي. انا مع اني ما بحبش اتفرج على السيتي عشان روتينيين كتير، يعني نفس طريقه اللعب. بس يعني اتفرج على الفرقه دي، اتفرج حتى على توتنهام يا عم، اتفرج على اتفرج على اي فرقه غير مانشستر يونايتد. ايه اللي يخليني اتفرج؟ بقالي 10 سنين بتفرج، مفيش تغيير من ساعه ما جابوا المدرب بتاع ايفرتون، قابلته في قطر ده مش فاكر اسمه ايه، لسولسكاير، لمورينيو، لتنهاج. مفيش اي تغيير. هي نفس طريقه اللعب ونفس التفكير ونفس اللعيبه الكسر. شويه يجيبوا شويه لعيبه كسر. يعني الصراحه انا كنت بقول انتوني ده هيكسر الدنيا اما يجي، ولا كسر ولا عمل. قلت كازيميرو بقى، كازيميرو طلع له كرش يا جماعه. لعيب في ريال مدريد اخد مش 70 بطوله مع ريال مدريد، طلع له كرش في مانشستر يونايتد. الموضوع صعب. قلنا مثلا الجلازرز هيمشوا ويرجع، واخد بقى السير اللي هو اسمه راتكليف ده، هياخد بقى الاونر شيب وهيظبط الدنيا. مفيش اي حاجه اتغيرت. السكاوتنج بيجيبوا اللعيبه المخلصه. راحوا جايبين المدافع بتاع بايرن ميونخ مش فاكر اسمه، مزراوي طبعا على عيني وعلى راسي، بس يعني مش لعيب مانشستر يونايتد. واللعيب التاني هولندي. فرقه اياكس دي اللي اتفككت زمان ما بتبقاش منها حد. هما بيجيبوا يعني بدأوا يجيبوا اللعيبه اللي خلصت اوروبا خلاص راحوا جايبينها. انا يعني ما حدش فاهم. يا اما بيجيبوا لعيبه مخلصه، يا اما لعيبه ما حدش يعرفها وتقعد موسمين ويتكل على الله. فالموضوع صعب في مانشستر يونايتد وملوش حل ان غير المدرب. قعدنا نقول جيبوا زيدان، جيبوا زيدان، جيبوا زيدان، هم مصممين على الاقرع اللي عندنا دي. ف يعني ما فيهاش حل. ما تتفرجوش على مانشستر يونايتد يا جدعان، وبالذات اونانا ده من ساعه ما جه وانا مش مرتاح له. ابقى عاملين زي اعلام الاهلي كده، لما مانشستر يونايتد بقى عاملين زي الايه الاهلي، يروحوا ملبوبين 3 مثلا، والماتش اللي بعد مثلا نتعادل 1-1 ونانا يصد صده، يروحوا سايبين ال3 اللي دخلوا والجون اللي دخل، يروحوا قال لك بص الصده دي. عاملين زي اعلام الاهلي كده. الشناوي يبقى طالع ايمانه، استنوا له 5-6 ماتشات شايل طين، يجي ماتش يروح صدى يقول لك حارس مصر الاول. اهو نفس الموضوع بالنسبه لهناك. حاجه تحزن يعني. ربنا معانا والله. ما تتفرجوش على مانشستر يونايتد يا جدعان.